النهارده هنتكلم على ازاي نزود حليب الام، وازاي نخليه دسم، وازاي البيبي يرضع كويس ويرضع لحد ما يشبع وينام وينمو بطريقه كويسه. ان البيبي لو رضع كويس اكيد هيكبر بشكل كويس وبشكل سليم، وصحته هتكون كويسه وهينام كويس وكل حاجه. ازاي هنعمل كل ده؟ اي ام بتسمعني دلوقتي وعندها مشكله في كميه حليب الرضاعه، البيبي بيرضع وما بيشبعش، الكلام ده كله اللبن كان كتير وقل، انا هقول لكم ازاي نظام تعمليها. مفيش اي فيديو تاني موجود على اليوتيوب هيقولك حاجه زياده، هو ده اللي موجود على كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب، هو ده اللي موجود في الطب، وهو ده اللي بتعمله كل الامهات. فما تحتاريش، اتفرجي على الفيديو للاخر وهقولك على كل الحاجات اللي المفروض اي ام تعملها بتزود كميه اللبن. مفيش حاجه خالص هتكون ناقصه. لو في حد اول مره يشوفني اعمل لايك للفيديو ده واعمل اشتراك في القناه، عشان بنزل حاجات رعايه الام بالطفل. ويا ريت كلنا نكتب في الكومنتات زياده حليب الام، عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر حد موجود على اليوتيوب، ويوصل للناس كلها اللي محتاجه زياده حليب. ازاي ازود كميه اللبن؟ اول حاجه هنعملها ومفيش غنى عنها السوائل. طب انا بشرب ميه واللبن مش كتير، اشربي ميه بطريقه صح. هو في شرب ميه بطريقه غلط؟ في شرب ميه بطريقه غلط. ازاي؟ ان انت تصحي الصبح بدري البيبي نايم فتاخدي ازازه ميه كبيره تخلصيها وتنشغلي بقى مع البيبي بقى، تيجي على وقت الغدا تتغدي وتقومي شاربه بقى ميه كتير يعني وتغيبي بقى ماشي، ونيجي على اخر النهار نشرب ميه كتير. دي ولا كانك عملت حاجه اصلا. هتلاحظي ان انت لما تشربي ميه كتير او لما تخلصي ازازه ميه هتلاقي كده ان انت كل شويه تخشي التويليت او تخشي الحمام، الميه دي كلها بتروح على الكلى والكلى بتتخلص منها، مفيش اي حاجه. فنشرب ميه بطريقه صح. طب ازاي؟ كل ام بتتفرج عليا دلوقتي تبقى عارفه ان جزء كبير جدا، يمكن 60% من الحليب بتاعك هو كلها سوائل. فاحنا لو ما بنشربش السوائل مفيش، الجسم مش هينتج لبن، هما حاجتين مرتبطين ببعض. فنشرب ازاي ميه كويسه؟ هقولك دلوقتي شرب الماء بطريقه صحيحه هتبقى عامله ازاي. اول حاجه نشرب على مدار اليوم، يعني اصحى الصبح بدري اشرب كوبايه ميه او كوبايتين ميه، ممكن كمان ساعتين اشرب، يعني كل ساعتين ادخل كوب ميه، او كل ساعه حتى اشرب كوب ميه. يبقى الميه داخله جسمك على مدار اليوم، مش بس صبح وليل او كمان كام ساعه، على مدار اليوم اشربي ميه، يعني كل ساعتين اشربي كوبايه ميه. خدي عصاير، لو بتحبي العصاير خدي عصاير. لو في جزء كبير من الفاكهه كمان بيبقى فيها ميه، خدي الفاكهه اللي انت بتحبيها كليها على مدار اليوم. الحاجات دي كلها هتخلي جسمك طول اليوم في نسبه ميه كبيره، فده هيساعد ان كميه اللبن تزيد. فدي اول حاجه نعملها ونهتم بيها جدا، نهتم بيها. انت لو طنشتي الموضوع ده مش هيكون في عندك لبن. فاول حاجه شرب السوائل كويسه. تاني حاجه نعملها، طب ايه تاني حاجه نعملها؟ تاني حاجه التغذيه كويسه. دول حاجتين مرتبطين ببعض. انا باكل كويس، كلي كويس واتغذي كويس، بس نخلي بالنا ان احنا نخلي وجباتنا نسبه كبيره منها بروتين. نهتم بكذا نوع بروتين، نهتم بالبيض اللي هو يعتبر بروتين، ارخص نوع بروتين تقريبا، نهتم بالبيض، نهتم باللحمه والفراخ والسمك. الحاجات دي يبقى يومنا فيها، يعني انا كأم مرضعه اخلي يومي في الصبح بدري في بيض، بيضتين على الاقل، الغدا في سمك او فراخ او لحمه، نخلي كمان العشاء في بيض. التغذيه الكويسه دي هتخلي حليب الام دسم، مش بس كميته كبيره، لا وكمان هيكون دسم. انت هتلاحظي كده، يعني احنا لو بنرضع او حاجه هنلاقي او بنحافظ على اللبن، بنحفظ اللبن، هبقى احط لكم صوره للبن اللي انا كنت بشفطه. اللبن نفسه بتحس ان فيه دهون، بيبقى من كتر ما هو دسم. يبقى كده احنا قلنا السوائل، تاني حاجه التغذيه الكويسه، تالت حاجه كتر الرضاعه. يعني دلوقتي انا واحده ما برضعش كتير، ابني ما بيحتاجش صدر كتير، اصل ابني تعبان، اصلي خلاص انا دخلت رضعه صناعي فمش محتاجه ان انا احط ابني على صدري كل ساعتين او حاجه. لازم ارضع كتير، كل ساعتين على الاقل احط ابني على صدري، كل ساعتين على الاقل. لو مش ابني على صدري انا اعصر بايدي او اشفط لو عندي جهاز. لو انا ما بحطش ابني على صدري والكلام ده كله اللبن هيقل. هو ازاي اصلا بيحصل انتاج لبن في جسمنا؟ انت دلوقتي بتحطي ابنك على صدرك، ابنك اول ما يجي يمص من الحلمه على طول بتحصل زي اشارات للمخ، المخ بيترجمها للجسم، بيدي زي مركز الحليب كده اللي هو انتج لبن. انا دلوقتي انا عشان دايما ابعت اشارات لمخي ان هو احنا عايزين لبن، افرز لبن كمان، لازم نخلي دايما ابني على صدري. طب ابني نايم، انت عصري بايدك،
افضلي عصري بطريقه معينه كده من ناحيه الحلمه، نزلي اللبن الموجود في صدرك. لو عندك جهاز شفاطي بالجهاز، ما تخليش صدرك يتملي لبن ومحدش يستخدمه، ده بيبقى مضر جدا جدا بالجسم. يعني انا دلوقتي ما عدى عليا 4 ساعات، عدى عليا يوم، جسمك بيفهم ان احنا خلاص مش محتاجين لبن، فعقلك ما بيديش خلاص اشارات للجسم ان هو ينتج لبن، فتلاقي ان كميه اللبن قلت، وانت مستغربه طب ايه كميه اللبن قلت ليه؟ كميه اللبن قلت عشان انت ما بتحطيش ابنك على صدرك كتير، ما بتفضيش صدرك اول باول. فاحنا لو التزمنا ان انا كل ساعتين احط ابني كمان على صدري، او اخلص او حتى اعصر انا صدري او اشفط من صدري، هتلاقي كميه اللبن بتاعتك بتزيد. فاهتمي وشوفي وهتلاقي فعلا والله يبقى احنا قلنا السوائل، شرب الميه على الاقل كل ساعتين نشرب كوبايه ميه. تاني حاجه التغذيه الكويسه، نخلي فيه بروتين في يومنا، ونخلي فيه بيض ولحمه والحاجات دي والاسماك. تالت حاجه التشفيط او ان الرضاعه بشكل مستمر. رابع حاجه اللي هو الاعشاب او الحاجات اللي هي المشروبات دي اللي بتزود كميه اللبن. حاجتين بيزودوا كميه اللبن، الحلبه والشمر، ممكن نجيبهم من اي عطار وسعرهم قليل. فاحنا على الاقل نخلي كمان في يومنا كوبايه او كوبايتين حلبه، او كوبايه حلبه وكوبايه شمر، ده هيفرق معاكي جدا جدا جدا. وكمان الحاجات دي كلها اصلا احنا بناكلها بتنزل في الحليب، فهتلاقي كميه اللبن نفسها نازله ودسمه، فده هيساعد قوي ان اللبن بتاعك مش بس كميته كتيره، لا ده كمان هيبقى دسم ومفيد للطفل. فنشرب كمان في اليوم على الاقل كوبايتين حلبه او كوبايتين شمر، او واحده حلبه وواحده شمر، هيساعدك. هي الرضاعه الصحيحه لو انت عملتيها هتحافظ على كميه اللبن. طب انا برضع ازاي رضاعه صحيحه ورضاعه مش صحيحه؟ هو ان انا ممكن ادي ابني صدري هنا شويه ويسكت، فيجي يرضع اديله صدر التاني من غير ما ده يكون فضي، فهيكون ابنك اصلا مش شبعان. ليه بقى؟ ان اصلا اول حاجه بتنزل على طول في اول ما البيبي بيبتدي رضاعه، بينزل اول حاجه مسكره كده عامله زي ميه بسكر، ما بتشبعش، دي البيبي بياخدها. اللبن الدسم بيجي في الاخر، فانت هتحطي ابنك هنا ياخد اللبن الخفيف، تحطيه هنا ياخد اللبن الخفيف، مش هيكون شبعان، ولو شبع مش هيكون واخد يعني لبن مفيد. فانت على الاقل رضعي من الصدر الواحد مرتين ورا بعض، يعني رضعتي ابني هنا، المره الثانيه كمان ارضعه من نفس الصدر، والمره الناحيه الثانيه نفس الكلام، ارضعه من الناحيه الثانيه مرتين ورا بعض. ده هيساعد ان ابنك ياخد اللبن المفيد الموجود اخر حاجه بتظهر. فحاولي تعملي كده كمان ان شاء الله، ان انت تاخدي ترضعي من ناحيه الصدر مرتين ورا بعض، ومن الناحيه الثانيه مرتين. اخر حاجه وهي النفسيه، يعني النفسيه كويسه جدا في الرضاعه. انت كأم مرضعه اصلا بتكون اعصابك تعبانه والكلام ده كله، فحاولي تكوني انت دايما اعصابك تكون كويسه، ما تاخديش اي حاجه على اعصابك، ما تتنرفزيش من اي حاجه، حاولي تكوني هاديه وتكوني نفسيتك حلوه يعني. وحتى الناس اللي حواليكي حاولي ان انت تلفتي انتباههم ان انت عايزه تبقي كويسه، عايزه تبقى صحتك كويسه. ان انت لو صحتك مش كويسه كميه اللبن هتقل تدريجي، وهتقل بشكل كبير جدا جدا جدا. ولو ما قلتش هرموناتك هتكون كلها متلخبطه، وهتلاقي اللبن بتاعك ده كله ستريس وكله هرمونات توتر. فاول ما ترضعي ابنك اصلا هتلاقيه متعصب وابنك حاله هيتقلب. ان انت ممكن ترضعيه بالليل تلاقي ابنك بالليل اصلا مش عايز ينام ومتعفرت وعمال يفرك وعمال يعيط، ده كله بسبب ان انت بترضعيه في وقت انت متضايقه فيه واعصابك مش كويسه فيه. فانت حاولي على قد ما تقدري تحيطي نفسك بناس كويسه وتبقى نفسيتك كويسه عشان خاطر تكملي مرحله الرضاعه كلها على خير. احنا كده قلنا 6 حاجات المفروض تمشي عليها: شرب الميه، التغذيه الكويسه، تكرار الرضاعه، ان انا ارضع بشكل صحيح، ارضع ابني مرتين ورا بعض من نفس الصدر، الاعشاب كويسه، والنفسيه. صدقيني لو مشيتي على الحاجات دي، ال6 حاجات دول لو عملتيهم، صدقيني والله في خلال اسبوعين او حاجه هتلاقي كميه اللبن نفسها زادت. بس خلي عندك صبر وطولة بال، وهتلاقي فعلا ان شاء الله نتيجه. وانتوا لو كملتوا لحد هنا فلايك وشير للفيديو واعملوا اشتراك في القناه، عشان ده بيديني حافز ان انا اكمل. ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات وانا برد على كل الكومنتات.